انا مش مصدق ان لسه في ناس في الوطن العربي مقتنعين هم لما يشتغلوا مع اجانب هيعملوا فلوس كتير جدا. وانا هقول لك في الفيديو ده اللي محدش قاله لك خالص، وهي ان فرصتك الحقيقيه مش مع الاجانب لكن مع العرب. انا نور قدرت ادرب الاف الفريلانسرز في الوطن العربي واعلمهم ازاي يجيبوا عميل ويحققوا اول دخل بالدولار من بيتهم من غير ما يكون عندك علاقات ولا حتى اي خبره. وقبل ما نبدا، لو انت مهتم تغير حياتك وتعمل فلوس اونلاين مجانا، خش المجتمع المجاني بتاعنا، بنعمل فيه لايف كولز كل اسبوعين وفي مسابقات وابديتس كتير، فخش هناك عشان هتستفاد 100%. السؤال اللي اكيد جه على بالك هو ازاي في ناس بتقعد كتير جدا تدور على عميل اجنبي وما بيلاقوهوش؟ وده بكل بساطه لانهم داخلين على سوق في ضغط رهيب جدا، لان العالم كله بيتكلم بالانجليزي يعني حرفيا بينافسك العالم كله، هنود، باكستانيين، لحد الامريكان نفسهم. وفوق كل ده لو العميل حس ان انت الانجليزي بتاعك مش فلوينت او مش كويس، انت قيمتك قدامه قلت جدا وهيستبدلك في ثانيه. انما السوق الخليجي مختلف تماما، قصه تانية خالص، اقل منافسه، فلوس اكتر بالدولار. ومؤخرا العملاء بداوا يفهموا قد ايه ان المحتوى بقى مهم جدا في السوشيال ميديا. فاسكان انت مونتير، سكريبت رايتر، السوشيال ميديا مانجر، كده كده هيحتاجوك. عندك بقى كتير رواد اعمال سعوديين، عندك دكاتره اسنان، عندك ناس لسه بتفتح شركات في قطر والكويت ومعاهم تمويل كبير جدا. كلهم عايزين حاجتين بس، جوده واحترافيه. والميزه هنا ان مفيش ناس كتير بتنافسك، وحتى اللي بينافسوك صعب يكونوا بيقدموا جوده عاليه. يعني اكيد انت واخد بالك ان في السوق العربي عشان تدور على كام مونتير محترف انت هتلاقي اكونتاتهم على الانستجرام، عكس السوق الاجنبي انت هتلاقيهم في كل مكان في العالم، في الشارع، في الاتوبيس، في التليفون، هتلاقيهم كده. الكلام ظهر لك دلوقتي، بس ايه الدليل على الكلام اللي انا بقوله ده؟ وهي ان بكل بساطه في منافسه عاليه جدا. فبالتالي العميل الاجنبي لما بيشتغل معاك، لو انت مش عاجبه حتى لو حاجه بسيطه جدا ممكن تكون الكوميونيكيشن سكيلز، على طول هيستبدلك وهيشوف حد غيرك. يعني مثلا لو قعدت 3 شهور تدور على عميل اجنبي عشان تلاقيه، وبعد لما تلاقيه نفترض ان هو مثلا هيدفع لك $5000 مثلا، لو انت هتقدم له كذا خدمه وهتقدم له خدمات قويه جدا، نفس المده دي اللي هي 3 شهور حرفيا تدور على عميل خليجي، بس مش هتجيب عميل واحد بس، هتجيب 3، كل واحد فيهم بيدفع لك من 1500 ل $2000 لو انت بس بتعمل له اديتنج بس. يعني نفس الفلوس بس استقرار اكتر بكتير. طب ولو انت الانجليزي بتاعك مش اقوى حاجه، فهو حرفيا مفيش اي عائق، مفيش ضغط لغوي، مفيش اي حاجه، الموضوع بسيط. طب ليه بكل بساطه دلوقتي احسن وقت انك تخش في السوق السعودي؟ وده بسبب ان دلوقتي دول الخليج بقت حرفيا مراكز البيزنس والاعلام في العالم. حرفيا دبي بقت نيويورك العرب، والرياض بقت هوليوود البيزنس، وبقى في انفجار على الطلب على الفيديو والمحتوى، والناس اللي بتقدم مش كتير. فحرفيا بطل تشتت نفسك وخش في المجال ده باقصى ما عندك. وبدل ما كنت قبل كده محتاج تنزل في مكان وتقدم على وظيفه وتحتاج شهاده عشان تشتغل فيها، دلوقتي انت بس تتعلم مهاره اونلاين وهتعرف تعمل فلوس. لو انت بقى في السعوديه، في الامارات، في الكويت، ايا كان دولتك، لو استغليت السوق العربي هتعمل فلوس كتير جدا. ولو سمعت بقى كلامي ده وحسيت انك عايز تاخد خطوه دلوقتي وتعمل فلوس فعليا، بس وفر على نفسك الوقت اللي انت هتروح تتعلم فيه مهاره وتتعلم ازاي تبيعها وتاخد كل الوقت ده. احنا في ماني لاب بنعلمك ازاي تدخل السوق بدون ما تضيع وقت. يعني مثلا احمد هيعلمك ازاي تعمل اشهر استيراد في السوق. بالمناسبه احمد يعتبر من احسن الليدرز في مصر. باشمهندس ستار طبعا هيعلمك ازاي تفكر ويبقى عندك عقليه المليونيرات، مش شويه كلام محفوظ ولكن كلام جاي من تجربه، بان هو فتح بيزنس كتيره جدا. وطبعا هتعلم مني ازاي تجيب عميل وتقفل معاه صفقه عشان فعلا تعرف تطلب معاه سعر غالي من غير ما تفاوض معاك وتخسر الصفقه من اول ما تبعت الرساله لغايه لما تمضي مع العقد. وانا عارف احنا مش بنتكلم عن الموضوع ده كتير ولا بنعمل عليه اعلانات كتير، ولكن لو انت شخص جدي فعلا وعايز تستفاد زي ما 180 طالب قبل كده استفادوا، ده الوقت اللي انت تاخد فيه خطوه. هتلاقي لينك الاشتراك تحت الديسكربشن، والمناسبه فيه خصم على الاشتراك السنوي لو انت عايز تشترك هناك. ما تنساش تعمل سبسكرايب للشانل عشان اتضح ان 50% من الناس اللي بتتفرج على الفيديوهات بتاعتنا مش عاملين سبسكرايب. فاعمل سبسكرايب عشان تستفاد بكل جديد. اشوفكم الفيديو الجاي مبدعين. السلام عليكم.